هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة منتدى السبت. أنا آمال علي أحييكم وأبدأ معكم وزملائي بث أولى ساعتنا لهذا العام 2016، وباسم أسرة المنتدى وكل العاملين نتمنى أن يكون هذا العام عام تغيير، عام سلام، عام حريات، وعام عودة لكل اللاجئين إلى أرض الوطن الحبيب. أعزائي المستمعين، ونتمنى أيضا أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو يصب في جهود التغيير من أجل إريتريا ديمقراطية وآمنة. في بداية هذا البث ستتابعون تعليق بقلم الزميل محمد علي موسى وبعنوان نظم العدل والحريات وانحسار بؤر الإرهاب. بعد ذلك أعزائي المستمعين ستتابعون حوارا مطولا مع الأستاذ محي الدين شنكب، تحدثنا فيه معه عن الكثير حول التغيير، حول ملتقى نيروبي، حول تجربته وحول رؤيته للتغيير المرتقب في إريتريا. أتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. أفو أفو أفاتكنا من حدرمنا مدول تقبي انكايد أفياتنا حقو مرير قدرا أما قلت تفرج تكلا شانت عمبابا حامل قروبا رحيب كليبا دول كاشبوبا كان يتهابا سني عقوبا بيب سبع بلوسا سرايا من نوسا سرايا من نوسا أيا هلو سنني مسانيد قدرا أيا هلو عيلي سنيا مبوارا أيا هلو منابي طلاب الدكتورا أيا هلو سفرا لجنقو أكيارا اتقا بررا أيا هلا دوتاهم درسا كوريا أيا هلا خدكم سحاقو دلهيا أيا هلا دكتكم كسكس والصوميا أيا هلا تمشيت شنن ترقيا أمكا وليا صوت المنتدى. نظم العدل والحريات وانحسار بؤر الإرهاب.
بقراءة أولية مبسطة للأحداث، يمكننا أن نخلص على أن الاستبداد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. فما أن ترى الاستبداد يسود في مكان ما إلا وتشاهد ظله متشكلا على هيئة إرهاب. كلاهما يمثلان طبيعة الحكم المطلق، لاعتقادهما بأنهما يمتلكان الحقيقة المطلقة، وهذا ما يسمى المفسدة المطلقة. كلاهما لا يؤمن بالتبادل السلمي للسلطة بمعايير العملية الديمقراطية، وكلاهما لا يؤمن بالحوار. منهجهم الأحادي هو اجتثاث الآخر. الشعوب التي عانت الأمرين من إرهاب الدولة الاستبدادية وإرهاب المنظمات المتطرفة خلصت من خلال تجربتها على الأرض إلى أن البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية هي الأنظمة الاستبدادية. أما اللاعبون الدوليون فلهم أولويات. فما هي؟ الإجابة على مثل هكذا تساؤل تتوقف على طبيعة ومدى عمق الضغوط التي تؤثر على مصالح هؤلاء اللاعبين. فإريتريا أفورقي وسوريا بشار أنظمة إرهابية تمارس داخل خارطتها السياسية القتل والاعتقال والتشريد بعيدا عن القانون، وجراء ذلك أغرقت دول الغرب بسيل من اللاجئين. أما المنظمات الإرهابية مثل داعش فهي أيضا تمارس داخل وخارج خارطتها السياسية القتل والاعتقال والتشريد أيضا بعيدا عن القانون. وعند داعش طال القتل الناخب الذي يأتي بالحكومات في دول الغرب. ومن هنا تتشكل على عجل تحالفات تجمع الجن والإنس ومحاور عسكرية تقودها دول القرار الدولي، وتتكيف معها الأنظمة كل على حسب ما يكل إليه. هكذا محاربة للإرهاب لا تعد بحلول جذرية، بل هي مسكنات، كونها لا تتعامل مع جذور المشكلة ألا وهي الأنظمة الاستبدادية، بل تتعامل مع تداعياتها وإفرازاتها. وهذا الأمر يتم على حساب نضالات الشعوب النامية التي ضحت طويلا ومريرا من أجل سيادة دولة القانون والعدالة. فالأمر لا يغدو عن كونه محاربة لمنظمات طال ضررها الشعوب المحلية والعالمية، والإبقاء على أنظمة إرهابية يقتصر ضررها المميت على شعوب العالم المقهور. أما إريتريا في ظل هكذا وضع وهكذا نظام، كلام الليل يمحوه النهار. فمثلا في بيان لوزارة الخارجية الإريترية في مارس 2015 ذكر أن إريتريا لا تؤمن بسياسة المحاور، وأن الجزر الإريترية والموانئ واليابسة الإريترية ليست للبيع ولا للإيجار، وأنها أي الدولة الوحيدة التي لا تستضيف قواعد وبوارج حربية أجنبية من دول المنطقة. وبينما وسائل الإعلام إعلام النظام تقرأ هذا البيان على مسامع الشعب الإريتري، كانت الجزر والموانئ واليابسة الإريترية قد تحولت إلى قواعد معروضة لمن يدفع أكثر. ليس هذا وحسب، بل بالتأكيد الرسمي من الحكومة الإريترية. وقبل أن يجف حبر البيان الأول، طلعتنا ذات الوزارة ببيان في ديسمبر الماضي يقول بأن حكومة إريتريا دخلت في محور إسلامي لمحاربة الإرهاب. صدق من قال إن لم تستحي فافعل ما تشاء. إذن ما العمل عندما يرتدي الإرهابي قناع محاربة الإرهاب؟ وما هو الإرهاب الذي يعاني منه الشعب الإريتري؟ بالنسبة لنا للشعب الإريتري، الإرهاب يمارس عليه من قبل مجموعة تحكم البلاد والعباد من غير تفويض شعبي ومن غير أي شرعية دستورية. ظلت تقتل بأبشع الأساليب وتمارس الاعتقال والاغتيال والتشريد لكل من يخالف رأيها على مرأى ومسمع الجميع. إن لم يكن هذا إرهابا فما هو الإرهاب إذن؟ إن إغفال محاربة الاستبداد، بل جعله ضمن محور محاربة الإرهاب الذي هو بالأساس من تداعيات الأنظمة الاستبدادية، فضلا عن كونه غير عملي، يعد أمرا فيه قدر كبير من خيانة مسألة التضامن الإنساني في مناصرة الشعوب في حقها بدولة القانون والحريات. كيف لنظام ظل متهما عالميا طوال عقود بمناصرة الإرهاب في المنطقة أن يصطف من الباب الخلفي في محور لمحاربة الإرهاب؟ إنه ذات النظام الذي ظلت دول الإقليم تصفه عبر تقارير سفرائها ل3 عقود بالنظام المعادي للمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. عندما يرتدي الإرهابي قناع محاربة الإرهاب، ما على الشعوب المغلوبة على أمرها إلا النضال بشكل مضاعف
للانتصار على الإرهاب بشقيه، أنظمة الاستبداد الحاكمة والمنظمات الإرهاب المتطرف. بقلم محمد علي موسى. شانت عنبوبة حامل قروبة رحيب كليبة دول كاشبوبة كانت هوبة سني عقوبة ديب سبعة بلوسة سرايا من نوسة سرايا من نوسة كوفوها اللبع الوقي حرستاي بعد تستاي كوفوها لا شكالاي من لهبة كراي كوفوها لا تقوب ومسكي شعبياي كوفوها لا نوراي حبرو لك أجابلاي لنطاف باللاي كوفوها لا ندبان آكرا وسلبان كوفوها لا شايب الدارورة ترفا كوفوها لا شنقول أنو يطلع كرفا كوفوها لا نهوش لسكب الحقاق سكينو بطلبا شانت قبودا أكيارا اتكبدا درة 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 مرتو حدودا درة 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 مرتو حدودا. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حوار المنتدى. في حوار اليوم معنا واحد من أكثر الأسماء التي عندما تذكر تتردد معها أسئلة كثيرة، شخص ارتبط اسمه في العمل السياسي قبل التحرير وبعده بكونه من المقربين إلى القيادة العليا وإلى شخص الرئيس إسياس أفورقي تحديدا. يعرف عنه بأنه يعمل في صمت وحذر شديدين، دبلوماسي ولبق رغم تحفظه الشديد، يتحرك كثيرا وله قدرات تنظيمية هائلة أهلته بعد التحرير لإدارة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، ولقب بوزير الشباب. كان عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة قبل أن يهجرها ويتخلى عن كل ذلك وعن النظام ورئيسه في خطوة اعتبرت صادمة ومفاجئة في عام 2004. معي الأستاذ محي الدين شنقب. أهلا وسهلا أستاذ محي. أهلا وسهلا ومرحبا أخت أمال، وشكرا على هذه الفرصة. يا أهلا بك وشكرا لك على تشريفنا في صوت المنتدى. يعني من عام 2004 ونحن اليوم في عام 2016. غبت كثيرا عن الساحة وعن العمل السياسي واختفيت تماما بعد أن أعلنت انسحابك من النظام. لماذا انسحبت وأين كنت طوال هذه السنوات؟ أولا أشكرك الأخت أمل على هذه الفرصة، وأنا سعيد بهذا اللقاء. أنا طبعا تركت أريتريا وتركت النظام من 2004، يعني 11 سنة من الوقت ذاك، واختفيت مش بالضرورة اختفيت يعني بمعنى اختفيت، لكن قل نشاط، لأنه في هموم ثانية. الواحد لما يطلع من أريتريا القرار صعب والخروج من أريتريا صعب، والاستقرار مرة ثانية مسألة أصعب، وبالتالي في هموم وتحديات تخلي الواحد ينشغل يعني. لكن ده ما يعني إنه أنا كنت غايب عن الساحة، أنا متابع وأنا أعمل من خلال موقعي ومن خلال عملي ومن خلال علاقاتي ومن خلال تواجدي في بعض المواقع. أعمل بقدر ما أستطيع بكل ما أستطيع من أجل أن أفضح النظام وأساليبه، وبالتالي أسهم بشكل أو بآخر في المقاومة الشعبية الأريترية. نعم، يعني هذا يؤكد على أنك لم تبتعد عن العمل السياسي رغم أن ظهورك لم يكن واضحا على الإطلاق إلا قريبا في السنتين الأخيرتين. تردد اسمك وارتبط بالمدرخ أو المنتدى، مجموعة المنتدى.
هل هذا له دلالات؟ يعني هل كنت تنتظر شكلا معينا تشعر بأنه أقرب إليك لممارسة العمل السياسي مرة أخرى وفي العلن؟ كان في أسباب تمنعني من النشاط بشكل علني من قبل. مهم. ولكن ليس هي هذه الأسباب فحسب. لكن أنا أعتقد أنه الناس تعودت على أنه شكل المقاومة يكون الكلام العلني، اللي هو الكلام عن في وسائل الإعلام وفي يعني الحديث بشكل أو بآخر عن النظام. نعم. وأنا أعتقد ما في حاجة ما اتقالت في النظام وما في جديد يضاف الآن. لكن أعتقد أيضا أنه يعني ليس بالكلام وحده يحارب هذا النظام. نعم بالتأكيد. ليس الكلام هو المقياس الوحيد. مهم. مهم. نحن بحاجة لفعل أكثر من ما نحن بحاجة لكلام نعم نعم من الحكي ولكن الناس بحاجة لفعل موحد ومشترك. وأنا أعتقد هذا الوقت مناسب لأنه في استعداد وفي رغبة في أن الناس تتوحد، وفي جهود حسيت أنه جادة، وبالتالي حاولت أسهم فيها لأنه عندي قناعة أنه هذا الشيء حيوصلنا لعمل فعال أكثر يعني. نعم. نعم. سنعود في محاور أخرى للحديث عن النظام بشكل أكبر وتفصيلي، ولكن بما أنك ذكرت عن هذه الجهود مباشرة أذهب بك إلى الحدث الأخير، وهو ملتقى نيروبي الذي يعني شاركت فيه، وأنت من الأسماء المؤسسة لما يعرف بالفورم أو مدرخ أو المنتدى. قبل أن نتحدث عن نيروبي وعن هذه الخطوة الكبيرة، هل حدثنا بشكل عام عندما يذكر اسم المنتدى أو المدرخ؟ كثير من الناس يعني يربكهم هذا الاسم، لا يعرفون هل هو تنظيم سياسي، وأنتم تقولون ليس تنظيم سياسي. هل هو منظمة مجتمع مدني؟ ما هو هذا الشكل الذي تتحرك من خلاله؟ المنبر ليس هو بالتنظيم السياسي وليس هو بالتنظيم بالمقاييس التنظيمية، ولكن هذا لا يعني أن المنبر لا يعمل في المجال السياسي. وما بالضرورة أن الواحد يكون تنظيم حتى أن يعمل سياسيا. الشعب الأريتري الغالبية المعارضة للنظام والذي تشكل 99% ليس هي في تنظيمات يعني. نعم. وبالتالي لا يمكن النظر للمقاومة أو للعمل المنظم أو العمل السياسي فقط من خلال منظار التنظيم أو الحزب أو أشكال التنظيمية. الشكل مش مهم في هذه المواجهة. وبالتالي المنبر اختارت أنه ما تكون تنظيم آخر للرغم الكبير موجود من التنظيمات المعارضة. اختار المنبر أن يكون هو الجامع اللي يحاول بجهده وبإمكانياته المتواضعة يجمع ما بين الناس بدل ما يكون رقم إضافي يعني. يجمع الأرقام الموجودة بحيث يوحدها ويكون في رسالة واحدة، يكون في توجه واحد، ويكون استهداف واحد وأولوية واحدة اللي هي مواجهة العدو. نعم. القاسم في أريتريا. وبالتالي يعني مرة ثانية أؤكد إنه المنبر هي مجموعة أشخاص لا أكثر. نعم. تعمل بما تستطيع أن تجمع وتلم الشمل وتجتهد في رأب الصدع الموجود في المعارضة من أجل مقاومة فعالة ومن أجل العمل بشكل أكثر قوة في إزالة النظام أو إزاحته بشكل نعم. نعم. ولكن هذا أيضا يحيلنا إلى يعني التساؤلات والمخاوف التي تدور في الساحة المعارضة، وبالتأكيد أنت تسمع عنها. تجنب أن تكون يعني هذه المجموعة لها شكل تنظيمي أو لها يعني شكل سياسي معين. يقال أنه ربما يعني لأنها تريد بشكل أو بآخر أن يعني تسحب من المعارضة هذه يعني الشرعية التي اكتسبتها على مدى سنوات وتؤطرها في شكل جديد، وأنتم جميعا تنتمون إلى تجربة سابقة هي تجربة الجبهة الشعبية، وبالتالي هناك الكثير من المقاول عن اختطاف المعارضة وإدخالها في شكل جديد ربما يكون نموذج جديد لما كنتم عليه في الجبهة الشعبية. لهذه الآراء فعلا أنا اطلعت عليها، وأعتقد أن الناس أحيانا
يعني تبالغ في خيالها، مم. بمعنى انه المعارضة وهي مشتتة ضعيفة، وبقدر توحدها تكون قوية وفعالة. ونحن ضعفاء بهذا الشكل، ونفكر وكأنه إذا أجى يعني لاعب جديد في الساحة، ساحة المعارضة، حيختطف الضوء، أي ضوء هذا مم. وأي سلطة هذه، أي نفوذ هذه، ما مم. فيش. يعني احنا بنتكلم عن أشياء وهمية. إذا جاء تغيير قوي في داخل الأرجاء حيأتي من الداخل، ما في تغيير يأتي من الخارج. دور المعارضة في الخارج هو دور تشجيع وتنظيم وتأطير وتأليب الرأي العام الإقليمي والدولي، لا أكثر. مم. ويمكن يكون له دور أيضا في أريتريا الانتقالية وأريتريا المستقبل، لكن التغيير الحاسم والفعال يأتي من داخل أريتريا، ولا يأتي بشكل لا أحد فينا يتخيله. وبالتالي الحديث عن سحب الانبساط وعن سحب النفوذ وعن حديث يلهي إمكانيات وطاقات المعارضة عن العدو الأساسي أكثر مما يوحدها. ونحن نكون أقوياء بقدر وحدتنا، ونكون ضعفاء بقدر انقسامنا. نعم. وانقسامات المعارضة لا تؤدي لشيء. يعني توجيه الإمكانيات البسيطة المتواضعة المحدودة في صدور البعض للمعارضة، هذا أعتبره أنا موضوع يعني لا يستحق أن يكون. وبالتالي يفترض الناس كلها توحد رأيها وتوحد وجهتها وتوحد عدوها، بعدين تحاسب لما يكون عندها أرض ويكون عندها دولة ويكون أزاحت النظام تحدث. نعم. يعني ما في زول صراحة أنا لا أعتقد، لا من قريب لا من بعيد، أي أحد فينا من الخارج حيكون يعني هو في مقدمة الركب في تغيير النظام. نعم. لكن أنا أعتقد حيكون لنا دور كبير وفعال وإيجابي وتوجيهي ومعنوي أكثر من نعم. يعني لا أكثر. نعم. هل هذا يعني الخطوة التي يعني قمتم بها في جمع المعارضة أو تنظيمات كثيرة من تنظيمات المعارضة في الملتقى التشاوري في نيروبي كانت في هذا الإطار؟ كيف كانت؟ يعني هل كان لها قبول من قبل الأطراف التي موجودة في الساحة المعارضة؟ وهل أدت إلى الهدف الذي يعني أنشئت من أجله؟ حدثنا قليلا عن هذا الملتقى. والله ملتقى نيروبي هو بداية جيدة، لكن ليس هو نهاية المطاف، باعتبار أنه إحنا قدمنا دعوة لأكثر من يعني قدمنا دعوة لحوالي 20 تنظيم تقريبا، وحضر منها 11 تنظيم. والأسباب فنية، تنظيمان أو 3 تغيبوا، وتنظيمات أخرى أيضا لأسباب تخصها برضو تغيبت عن الرد. لكن هذا لا يعني انه تعمل اول محاوله وتجمع بين كل الناس. فالعمل ده يعني بروسس، يعني هو موضوع بتاعت عمل ممرحل. يعني لابد من البدايه ان تكون فيها تعثرات، لكن اعتقد اللي قدام حيكون في مشاركه اكبر، وحيكون في محاوله لحلحله المشاكل اللي واجهت الناس اللي ما قدرت تشارك في هذا المنتدى. أعتقد المنتدى كان إيجابي وممتاز في إنه وحد بين قوى مختلفة، ووصل لنتيجة إنه هذه القوى كلها تعمل بشكل مشترك وتوحد جهدها وإمكانياتها وتركيزها في عدو واحد، وهو عدو الشعب الوحيد، الشعب الأريتري الأوحد في هذه اللحظة. نعم. هو النظام في أريتريا. يعني عمليا كيف نرى هذا يعني نتيجة هذا الملتقى عمليا؟ عمليا أنا أشوفه خطوة موفقة في طريق يحتاج لجزء أكبر للأمام، ولكن هو في اتجاه صحيح. نعم. نعم. يعني اليوم وقبل 11 عاما عندما غادرت البلد واليوم ما تزال الأوضاع كما هي، تزداد سوءا وتزداد يعني تضييقا على خناق الشعب الإريتري، والنظام ما زال رغم ذلك موجود. سأنقلك إلى محور التغيير. وقبل قليل أنت قلت لي
أن التغيير يأتي من الداخل. كيف يأتي التغيير من الداخل؟ ما هي يعني رؤيتك أنت شخصيا بناء على معرفتك بهذا النظام، ولأنك كنت قريبا من القيادة وقريبا من ما يعتبر يعني الدائرة الأضيق، وهي قربك من الرئيس شخصيا؟ أولا أحب أؤكد أنه الرئيس سياسي ليس له قريب وليس له صديق وليس له عزيز. إنسان تهون عليه العشرة وتهون عليه المبادئ، وبالتالي الحديث عن قرباء منه مستحيل. حتى الآن العشرة واحد العصابة اللي حواليه ما فيها زول قريب، يعني في أي وقت تتغير وكل صباح تتغير الأول يعني. ثانيا أنا أعتقد أن الشعب الأريتري صامد وصبور، لكن الشعب الأريتري مقبل على انتفاضة قوية، وأنا أتوقع أنه 2016 حتكون سنة جديدة وعهد جديد للشعب الأريتري وللمقاومة الأريترية بأشكالها المختلفة في الداخل وفي الخارج، وإنه أريتريا حتشهد مرة ثانية، حتتنشط مرة ثانية أنفاس الحرية. على ماذا تبني هذه التوقعات، وخصوصا أنه يقال أو يروج عن المدرخ أو المنتدى أن لكم علاقات مع الداخل الإريتري؟ هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيح، ما هي شكل هذه العلاقات، وما هي شكل المقاومة التي تتحدث عنها مقاومة الداخل تحديدا؟ اليوم في إريتريا النظام يعني ينحصر في عدد قليل من الأشخاص، والمقاومة تتبدى بمختلف الأشكال. المقاومة على الشارع المواطن، على مستوى المواطن العادي، المقاومة على مستوى المؤسسات الحكومية، المقاومة على مستوى هرم ما يسمى بالقيادة اللي هي وهمية حاليا، يعني وزراء على حكام وهميين لا لهم سلطة ولا لهم قدرة على تأثير في القرار، وكل هؤلاء يعتبرون معارضة، والجيش في حالة يرثى لها وهو في حالة معارضة بشكل أو بآخر. يعني أنا ما بشوف إلا عدد قليل جدا من أفراد يعني يمكن عدهم بالأصابع هم حول النظام، والنظام يعتمد بشكل أساسي على المخبرين في كل المستويات، ويستخدم ما أوتي به من مال بسبب الحرب في اليمن، وبسبب قدوم أموال لأريتريا بشكل أو بآخر من الغرب. يعني النظام يحاول يمد عمره، لكن أنا أعتقد أن المقاومة متواجدة وقوية وقادرة على التغيير، وإن شاء الله 2016 حنشوف من 2016 يعني حنرى تغيرات كبيرة، و يعني العلاقة بين المحور وبين المعارضة في الداخل علاقة متواصلة بمختلف الأفراد على مختلف المستويات، وتأخذ أشكال مختلفة لظرف صعوبة التواصل ولظرف يعني درجة القهر الموجودة في داخل أريتريا. لكن أؤكد لك أن هنالك معارضة قوية وواسعة جدا، وتتقصد لشيء بسيط وممكن في أي لحظة نحن نتفاجأ والعالم يتفاجأ كما تفاجأ العالم باستقلال أريتريا. أنا أؤكد لك العالم حيتفاجأ بالتغيير في أريتريا، بحيث الناس لا تعتقد أنه ما في حاجة وأن التغيير مستحيل وأن تحاول تتعامل مع النظام القائم، لكن حتتفاجأ. نعم. يعني هذا يعني أمر مفرح، ويعني لغة متفائلة بشكل عالي، ويعني يبدو أنها ترتكز على شيء ما على أرض الواقع. أستاذ محي الدين، نتمنى ذلك، لكن أريد أن أسألك، يعني هناك يعني نظرية قبل أشهر أو في السنوات الأخيرة كانت هناك بعض الأصوات التي تروج أنه يعني خوفا من انهيار الدولة، خوفا من انهيار البلد، ونتيجة لتعقيد يعني الوضع، من يعمل مع من الأفضل أن نعمل باتجاه نوع من الإصلاح.
وإدخال جزء من هم من الوطنيين في الحكومة في عملية الإصلاح بالتخلص من الرئيس. وهناك آخرون يقولون لا، كل شيء في قبضة هذا الرئيس، يعني سياسة أفورقي ومجموعة معه، ولا ينفع معه الإصلاح، ولا يجب أن يقتلع هذا النظام من جذوره. واليوم أنت تقول أن هناك أمل وأن هناك يعني تغيير قادم. ما هو هذا التغيير؟ هل هو إصلاح أم هو اقتلاع من الجذور؟ أنا أعتقد إنه الناس يفترض يعني يمكن لانعدام المعلومة عن النظام بحكم التغييب الموجود والتجهيل الموجود والظلام الموجود في أريتريا اللي خلقوا النظام. الناس ما تعرف إيش الحاصل، لكن الواقع والحقيقة تؤكد، معلوماتنا تأكد إنه النظام هذا انتهى، يعني ما يصلح الإصلاح فيه. الناس تصلح لما يكون في عطل جزئي، عطل نصفي مثلا، لكن هذا النظام ليس فيه يعني ما يعني عدد قليل جدا من الناس مستعد للعمل مع هذا النظام. الغالبية ضد النظام، وبالتالي أنا أعتقد النظام هذا لا فيه مؤسسات ولا فيه دولة ولا فيه حكومة ولا فيه قوانين ولا فيه أي مقومات الحكومة، وبالتالي ما في حاجة نصلحها. يعني أنت تصلح حاجة موجودة وفيها ضعف، يعني فيها نقص قليل ويمكن فيها تأثير وفيها عطل إلى حد ما يمكن يعالج، لكن أنا ما أرى إمكانية معالجة أي شيء، لأنه هذه جثة هامدة. يعني إذا تتحدث أنت عن تغيير جذري، يعني أنت تتحدث عن اقتلاع النظام أو تغييره جذريا. النظام لا يمكن إصلاحه. يا ريت كان نقدر نصلحه، يا ريت كنا في مرحلة نقدر نعالج فيها الأمور، يعني يكون العطل جزئي والناس ممكن تعالج، ما في عيب في الإصلاح. نعم. ومش بالطرح الموجود إنه الإصلاح أبيض وأسود، يعني إصلاح أسود واقتلاع النظام أبيض، مش بالمعنى ده والمفهوم ده، لكن ما في أصلا ما يستحق أو ما يعني عمليا يعني ما مجدي الناس تعمل أي شيء لإصلاح النظام، لأنه النظام منتهي. نعم. يعني أحسن شيء إنه الواحد يعمل حاجة جديدة، يعني يبدأ من الأول، وبالتالي يعني يؤسس لدولة حديثة علمية تستند على القوانين والمبادئ اللي من بها الشعب الأريتري، وبالتالي الشعب الأريتري هو في الآخر اللي يحسم الموقف، لا نحن ولا النظام. نعم. الشعب الأريتري عنده حق التصويت ويختار، حق الاختيار، هذا هو الحاسم، يعني هذا الموقف الحاسم. نعم. يعني معلش نوسع شوية في النقطة دي عشان يعني نوضحها أكتر، إنه عندما تتحدث عن النظام، عن من نتحدث؟ هل نتحدث مثلا عن الرئيس أفورقي ومن حوله يماني جبراب وهذه الأسماء التي يعني نراها دائما تتحرك وتدور، أم أننا نتحدث عن دائرة أوسع، يعني الجيش؟ يعني عن من نتحدث عندما نتحدث عن نظام في إريتريا؟ يعني نحن نتحدث عن عدد قليل جدا من الناس المتواجدين في مختلف المستويات. يعني مش ما ممكن نحصر الموضوع في أسامي محدودة، لكن النظام وأدواته موجود في مختلف المؤسسات على مختلف المستويات، لكن للشعب الأريتري ولا غالبية من يعمل في الحكومة ولا في الجيش حتى في الأمن مع النظام. بالتالي النظام يعني محصور في عدد قليل جدا من الناس ويمكن ينكسر في أي لحظة. نعم. 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 إذن ونحن نتحدث أيضا عن التغيير، كيف ترى إلى يعني المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام؟ يعني برأيك من سيقودها؟ كيف ستكون معالمها بشكل أوضح وتفصيلي إذا استطعت؟ نحن يعني كشعب أريتري نحتاج نتعلم نتحاور، لأنه ما أتيحت لنا فرصة الحوار. يعني أيام الحرب الاستقلال وحرب التحرير ما كان في حوار، كان في يعني مركزية مطلقة، وبالتالي كنا نعتقد أن هي الأفضل لتخليصنا من الاستعمار. وصلنا إلى ما اعتقدناه هو التحرير، ولكن اكتشفنا أنه استمرت التجربة
الدكتاتورية بشكل أوسع، وبالتالي ما وجدنا الحرية اللي احنا كنا نطمح إليها ونحلم بها. بالتالي أنا أرى أنه ما في مخرج للشعب الأريتري من هذه التجربة أو من تجربة قادمة مماثلة إلا من خلال التغيير، والتغيير يأتي بإشراك جميع أطراف الشعب الأريتري، جميع الأطياف والألوان. كل من يعتقد أنه عنده الحق أو عنده موضوع وعنده قضية من حقه يشارك في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية يفترض تجمع كل القوى الطامحة للتغيير، بما في ذلك بقايا النظام إذا كان حتخش كتنظيم سياسي أو بأي شكل آخر. يعني الديمقراطية هي في الآخر لازم يعني تكون حق لكل الناس، يعني مش بس للناس اللي كانوا عملوا عشان الحرية، حتى الناس الآخرين من حقهم الديمقراطية يعني. إذا كان نحن نتكلم عن عدد قليل من الناس وإحنا واثقين ثقة تامة إنه ما في حد من الشعب الأريتري حيصوت للشعبية إلا تحت الإكراه والظلم والتهديد والتقتيل واللي قاعد نشوفه كل يوم يعني من 20 سنة. بالتالي ما أتوقع إنه إنسان عاقل بقواه العقلية يختار هيقدر تحكم أريتريا أو تكون حتى صورة من يعني تشارك في أي شكل من أشكال الحكم القادم. نعم. نعم. دعني أيضا أتحدث معك في هذه يعني في هذه اللحظة إلى أنقلك إلى صورة أكبر، وهي الوضع العام لإريتريا في العالم. يعني إريتريا اليوم كبلد مصنف من أكثر البلدان قمعا، حجرا للحريات، تعاني من حصار أممي وحصار اقتصادي وإلى ما ذلك. ولكن في نفس الوقت ونتيجة لعوامل إقليمية موجودة في المنطقة، تحركات وتقلبات سياسية تحكمها أجندات أخرى، استطاع هذا النظام إلى حد كبير أن يعني يكسر هذا الحصار ويكون له تحالفات. رأيناه متحالفا مع نظام البشير لسنوات طويلة، والآن بسبب الحرب اليمنية هناك دخول في تحالف آخر، هو التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. ما هي يعني العوامل التي تساعد هذا النظام ورئيسه في أن يكون لهم دور، يعني وأن العالم يتفرج، يعني ما زالوا يتحركون ومستمرون، يعني على أي أساس يتحرك؟ هذا النظام بقى بفعل التحول اللي حصل إقليميا ودوليا بسبب محاربة الإرهاب. الانفجارات اللي حصلت يعني التغيير اللي حصل في المنطقة العربية كلها تقريبا ما أدت أكلها، والناس ما شافت تغيير ديمقراطي لا في ليبيا ولا في مصر ولا في اليمن ولا في العراق ولا في كل المحاولات. بالتالي المجتمع الدولي يعيش حالة تخوف من انفجار آخر، سواء كان في أريتريا أو في السودان أو في اثيوبيا او في اي مكان اخر يعني. وبالتالي في توجه في انه النظام الاريتري لازم الناس تحتويه بحيث ما يكون منطلق او منصه لداعش اخرى في منطقه القرن الافريقي. من هذا الخوف يتعامل الغرب مع اريتريا الان في محاوله فتح الحوار وادخاله في شكل من اشكال الاصلاح. وانا اعتقد هذه محاوله يعني مكتوب لها الفشل، لأن النظام ما قادر، يعني ما صالح للإصلاح، يعني ما هو قادر على الإصلاح، هو عاجز عن إجراء أي إصلاح. بالتالي مش موضوع خيار يعني عايز ولا ما عايز، هو عاجز بشكل مفصل يعني. وتحالفه مع السعودية ومع الخليج وحرب اليمن جات بالنسبة له صدف، يعني صدف جابت الحرب هذه، وبالتالي هو أصبح يعني مهم استراتيجيا. وهذه التحالفات حتأتي بالمال والسلاح، ولكن أنا أعتقد أنه هذا المال وهذا السلاح يكون مصدر التغيير في أريتريا نفسها. بالتالي ما أعتقد أنه النظام حيتغوى أو حيصلح من حاله أو حيصلح من حال الشعب الأريتري. وبالتالي عناصر الانفجار والتغيير قائمة وبشكل أقوى وأكبر. واليوم الشعب الأريتري فقد أقل ما يملك من فلس في جيبه، يعني أخذ كل شيء، أخذ أبنائهم وأخذ مالهم وأخذ أرضهم وأخذ حريتهم وأخذ كل ما يملكه الشعب الأريتري.
بالتأكيد. نعم. يعني يعني م- م- ما في عامل يخلي المواطن الأريتري يقبل باستمرارية هذا النظام م- حتى لو تحالف العالم معه. نعم. الشعب الأريتري هزم الاستعمار لأنه كان العالم معه، والأولى كان في تحالفات كثيرة بجانب، بس هزم لأنه آمن بحقه في الحرية، ولا زال يؤمن بحقه في الحرية وقادر على التغيير. نعم. يعني أنت تؤكد أن رغم كل المحاولات للاستفادة من الظروف الدولية ومحاربة الإرهاب ويعني عدم خلق بؤرات صراع في مناطق معينة كما في القرن الإفريقي وإلى آخره، يعني حتى لو كان موجود الإمكانية، يعني كما رأينا، يعني محاولة دعم الاتحاد الأوروبي، محاولة يعني بشكل غير مباشر غض النظر الأمريكي عن سياسات النظام، وكل هذا ليس في صالح النظام لأنه لا يملك الأدوات للتغيير. ولكن قليلا أيضا في هذا الموضوع من يناصرون النظام أو يعتقدون أنهم يقفون في الجانب الصحيح، لأن هذا النظام يقف على يعني سيادة البلد وحماية البلد من أطماع دول جارة ومن أطماع استعمارية ومن تقسيمات وإلى آخره. ما هو الخطاب الذي يمكن أن يضم هذه الفئات أيضا في القناعة بأن هذا النظام لا يمثل كل هذا ولن ينجح في إصلاح ولا غيره؟ المسألة بسيطة، واضح أن النظام هو اللي جلب هذه الأطماع إلى أريتريا عشان هو يستفيد من قلبها بالسلاح والوقود والمال. يعني دي واضحة لكل الشعب الأريتري، لكل من يستطيع أن يرى الأمر واضح وجلي، لا يحتاج إلى تحليل ولا يحتاج إلى اجتهاد كبير يعني. نعم. مش العالم جاء عشان يغير أريتريا لمشاكل، لكن أريتريا هي اللي راحت، يعني هي اللي مشت الخطوة لأمام عشان تجلب من خلال هذا النظام يعني. وبالتالي أنا أعتقد هذا ما هو خيار الشعب الأريتري، وما هو في صالح الشعب الأريتري. الشعب الأريتري يعني واعي ما يترتب على ذلك، وما في حد في الدنيا، ما في شعب في العالم يعني يعمل ضد مسارحه. وأنا أتوقع أن الشعب الأريتري حيرفض كل أشكال الدعم اللي قاعد يحصل عليه النظام، وبالتالي التغيير قادم لأنه هذا الدعم بمختلف أشكاله. نعم. نعم. العسكري والمالي والسياسي نعم. ما حيعطي الحكم في أريتريا سوى أيام القلائل القادمة. نعم. نعم. إذن نعود مرة أخرى وفي يعني الجزء الأخير من هذا اللقاء لنتحدث أيضا بشكل موسع أكبر عن العمل المعارض والمعارضة. هناك رغم وجود نشاطات كبيرة على مستوى التنظيمات السياسية، على مستوى المنظمات المدنية ونشطاء يعني أفراد قدموا كثيرا يعني وخاصة في السنوات الأخيرة للعمل المعارض، من كشف الممارسات، من عكس على الحقوق، من يعني رفع الصوت لجلب المنظمات الدولية للمشاركة في كل هذا. رغم ذلك ما زال يعني الخطاب المعارض يعني غير جذاب لفئات كثيرة يعني من شعبنا، وخاصة المعارضة. وتجد يعني كثيرون لا يعني يحبون البلد لكنهم محبطون. يعني ما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه مجموعة المدرخ مع التنظيمات التي تعمل مع بعض الآن؟ يعني ما هي اللغة الجديدة؟ ما هو الطرح الجديد الذي يمكن أن يستقطب الفئات التي هي محجمة وخاصة الشباب والنساء؟ أنا أعتقد الناس يعني أنا أول حاجة متفائل جدا بالساحة الأريترية المعارضة، وما أنظر للمعارضة ما يعني المعارضة ما هي محصورة على التنظيمات السياسية كما سبق وذكر. يعني المعارضة تأخذ أشكال كثيرة، يعني أشكال تنظيمات قدمية، تنظيمات مدنية، عمل منظم في حقوق الإنسان، عمل منظم في حقوق المرأة، حقوق الشباب، وهذا موجود بمختلف أشكاله. وأنا أعتقد قاعد يتقوى ويتقدم، وشفنا بشكل فعال العمل اللي تعمل طوال السنين الماضية. وأنا أعتقد هذه هي المعارضة. يعني لما نتكلم عن المعارضة ما ننظر فقط لتنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية جزء من المعارضة، لكن الشعب الأريتري بكافة قطاعات معارض، ومش بس في الخارج ده جزء قليل لأنه في حرية الكلام وحرية التنظيم وحرية الحركة. لكن المعارضة الأقوى والأكثر قدرة على التغيير والفعالة هي المعارضة القادمة من الداخل،
وبالتالي لو نظرنا للمعارضة بهذه النظرة، أنا أعتقد المعارضة بخير، والمعارضة يعني نعم. ما هي بالشكل السلبي اللي حاول النظام يصورها به. معارضة مفققة، معارضة مشتتة، معارضة غير فعالة، معارضة قبلية وإقليمية. وأنا أعتقد ده شغل كله يعمله النظام بحيث يعني يأمن إنه تظل المعارضة تحارب بعض وتكون ضعيفة وتكون منقسمة على نفسها. لكن المعارضة تجاوزت هذه المرحلة، وأعتقد 20 سنة 30 سنة ما قبل التحرير وما بعد التحرير الناس فهمت عقلية ونفسية الجبهة الشعبية الحاكمة حاليا، يعني PFDJ اللي هي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. هيك دفع ديمقراطية. الناس نسيتها لأن الناس لما ما أخذت لا ديمقراطية والعدالة. وبالتالي أنا أعتقد المعارضة بخير، بس ده ما يعني إنه نحن في أحسن حال. نحن لا، يعني لازم يكون في مساحة أكبر للمشاركة بتاعت الشباب، ولازم الناس تتعامل بصدر رحب، بالتعايش مع بعض والتعامل مع بعض والعمل بشكل مشترك، والناس تتجاوز شوية الخلافات اللي أحيانا تبرز هنا وهناك، والتركيز ما يكون في 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 الأنانية وفي الشخصية وفي الموضوع الفردي. الناس المفروض تنظر أكثر من كده، يعني أبعد من كده وبصورة أشمل. يعني هو وطن كله في خطر، وما في حد حيكسب إذا تشتت هذا الوطن. بالتالي الناس يعني تجمع إمكانياتها المحدودة وتوجهها لصدر العدو الأول، وبعدين تكون عندها مساحة لأنه تعالج مشاكل الثانية. لكن لابد من يعني وضع خطة استراتيجية بحيث العدو الأول يكون هو التركيز الأول لكل قوى المعارضة في الداخل. هو النظام القائم في أسد. بالتأكيد. يعني أنا سعيدة جدا اليوم ومع مطلع هذا العام أن يكون معي في حوار المنتدى صوت يبعث على التفاؤل، وأنت يعني اليوم أعطيتنا جرعة كبيرة من التفاؤل في أن ما سيحدث قريبا لصالح إريتريا وللشعب الإريتري. ولكن هناك يعني أشياء كثيرة ومخزون كبير وتراكم كبير من الآلام والإحباطات وملفات كبيرة يعني ستواجه من يعني كل الشعب الإريتري، وخاصة من سيقود مرحلة التغيير والمرحلة الانتقالية، ومن أهمها يعني ملفات السجناء المعتقلون السياسيون والمعتقلون عموما معتقلي الرأي في إريتريا، وأيضا ملفات يعني الشباب الذين يعني ضاع عمرهم في الخدمة الوطنية الإجبارية وما إلى ذلك. كيف تتصور إريتريا المستقبل قريبة المدى وبعيدة المدى؟ يعني سقط النظام اليوم، كيف ترى إريتريا يعني الأيام التي بعدها، سنة سنتين إلى آخره، وإريتريا المستقبل؟ أنا أعتقد إنه النظام يعني أحدث ضرر بالغ في المجتمع الإريتري، وفي الهيكلة في هياكل الدولة، في هياكل المؤسسات اللي هي أعدمت بشكل أو بآخر. وبالتالي أعتقد أن المرحلة الانتقالية حتكون مرحلة صعبة وحساسة، ولا بد من التعامل معها بصدر رحب وبانفتاح وبشمولية بحيث الناس كلها تشارك من غير تمييز. إذا قدرنا نثبت المبادئ الأساسية، إشراك الجميع، الحفاظ على حق الجميع في المشاركة، ومنح كل من يستطيع أن يقدم شيء فرصة أن يقدم ما يستطيع تقديمه، أعتقد إريتريا هتكون بخير، ونحن هنتجاوز المحنة اللي احنا فيها ومحنة وتحدي المرحلة الانتقالية. وإريتريا واعدة كما كانت دائما، ولكن التعثر والتحديات اللي واجهت إريتريا أعتقد ما حتكون سبب في إضعافها بقدر ما تكون سبب في تعزيز إمكانياتها وتقويتها وسلب يعني تمكينها بحيث تستطيع أن تبرز مرة أخرى كبلد آمن ومسالم وديمقراطي وواعد في منطقتنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب علاقات طيبة جدا مع جيراننا. يعني أول درس نأخذه من تجربة 20 سنة المضت إنه لازم نحن يكون عندنا علاقات طيبة مع كل دول الجوار،
دون استثناء ومن غير حدود. يعني العالم اليوم أصبح قرية صغيرة وأصبح تكتلات ضخمة، ونحن في القرن الأفريقي دويلات صغيرة يعني تسارع بعض وهي ضعيفة أصلا. وبالتالي يعني نحن بحاجة لأنه إحنا يعني ننتقل من مرحلة الصراع إلى مرحلة التعاون والتنسيق والحدود المفتوحة والسلام المستتب في المنطقة كلها. نعم، يعني نتمنى ذلك. وسؤال أخير، أين ترى نفسك أنت محي الدين شنقة في إريتريا القادمة؟ صراحة أنا ما أطمح لأكثر من أن أرمي حجر أخرى لإسقاط النظام، لكن لست طامحا لأي شيء في أريتريا المستقبل. أنا لو شفت أريتريا آمنة ومستقلة ومستقرة ونامية، وشفت أبنائنا وأبناء أبنائنا يمشوا بشكل طبيعي لدور التعليم والتأهيل ويتسابقوا فيما بيناتهم للإبداع والرقي بأريتريا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، هذا كل ما أتمنى أن نراه. نعم، نتمنى ذلك، ونتمنى أن يعني جميعا أن نرى إريتريا مستقرة، وإن شاء الله أنا أيضا متفائلة ويعني مؤمنة بقدرة شعبنا على تحقيق هذا الإنجاز بالتخلص من هذا النظام الديكتاتوري التعسفي. ونتمنى اليوم نحن معك في أول أو ثاني أيام السنة الجديدة عاما سعيدا لك أستاذ محي الدين شنقة، وشكرا كثيرا على هذه الإضافة المتفائلة والجميلة، وأتمنى أن ألتقيك في لقاءات أخرى أكثر يعني توسعا وخصوبة من ذلك أيضا. شكرا لك يا أخت عمان، والصيام طيبة لنا ولكل الشعب الأريتري ولكل المنطقة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نبعي لحباسي هزمي الري خلو تغالاسي بعالية هايمانو زسمري حق ندبا قدم زنبري كيهيدو موصبو زقبري كيهيدو موصبو زقبري ساما غالسو خيستا مغري الله خندو نحوى دكيري الله خندو نحوى دكيري شبد بداتي ومد الحق وري بترحكم مسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد مني غزين سقام قلاسي بحر كله نبعي لحباسي هزبي الري كله تغالاسي كي تمرز بعلو تمريزو شيقنا هزب خسادو رقيزو عفات عقر هزب زوطني كيف الدينا زمانات حني
عصبت حبطة ود البحرة هدم سسي حسن كي إريترا كعلني داق ما يغسمرا بلبل 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 من يسي تبقس بلبل 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 من يسي تبقس بلبل شر دكي بلي خم والعادي تادي حزب غير ادرا زيدي غزيدي هنقوطنا صنف مكيدنا بعقلي دينا يتحملنا لمخاط مالي دينا يتحملنا دينا يتحملنا دينا يتحملنا لمخاط مالي أني تحبسو يلا زلق سنيك حبك دمك ذاتي حجز قلالي عيت النقرن كندي حلف زلت قبري قزينا مغنغا متالي الواري كوقيحي هزبي كوقيحي إري تترحكم موسي هزبي وحتري دكي دكي سومنا براس تلاقينا خدو مع سقيبنا كي يرينا تولدو دكاي دكاي بلي يري دكاي بلي نمسا كلنا عدي تقبلي أرحى خلو ودبات وراسي مني غزيني سقام فلاسي بحر غلو نبعي لحباسي حزبي الري كله تغلاسي بعليت هيمانوت السمري حق الدفع قدم زنبري كي حيدو مصبوغ زغبري ساما غالسو خيس ساما غري عصبت حبطام ود البحرة هدم سوسي حسن كي إريترا بعلني داق ما يغسمرا بلبل 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 من يسي تبقس بلبل 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 من يسي تبقس بلبل شرر هم صبو يا بني نيد كبل ورسا يا كل بل تبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل صبو يا بني نيد كبل ورسا يا كل بل تبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل شبل بدات يوم من الحدي ورا بدري حقي موسي زي مسعى ترى شبل 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 بدات يوم من الحدي ورا بدري حقي موسي زي مسعى ترى بل بل من سيد بقاس بل بل هيا تبارا بل بل من سيد بقاس بل بل نحن زهاقر صابو يا بني نيد كابل فرصة زبي يا كل بل فبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل صابو يا بني نيد كابل فرصة زبي يا كل بل فبكسنا خم حي المعبل ندفع يوم من الله يقبل شبل بدات يوم من الحدي ورا بدري حقي
المنتدى. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة. سنلتقيكم مجددا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم مع الزميل صلاح وساعة جديدة من صوت المنتدى. إلى حينها ابقوا على خير وسلام، وكل عام وأنتم بخير.